يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل ملكه في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحه واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد، حطوا لي احلى لايك. انا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت فضلا منكم وليس امرا مني طبعا تشتركوا في القناه. لو لسه مشتركتوش، من علامه الاشتراك اللي هتظهر لكم تحت الفيديو باللون الاحمر ضغطوا عليها، هيطلع لكم 3 خيارات. اختار اول خيار فيهم هو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناه، يوصلكم اشعار بيه، تدخلوا تنوروني باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. يلا بقى نذكر الله كده في اول فيديو ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. جايه لكم النهارده في فيديو مقسوم على يومين، يعني هتشوفوا الفيديو ده شغل يومين. الفيديو حلو قوي قوي قوي، كملوا لي الاخر. عندي عزومه كده، هنعمل بقى حاجات كتير جدا جدا في الفيديو النهارده. فيديو محمس ومشجع كمان، وهيعلمك ازاي لو عندك عزومه مهما كان عدد الافراد اللي في العزومه هتعمليها وانت قلبك مطمن كده. يلا بينا بقى اخدكم كده ونطلع على السطح كده، نلم شويه خير من على السطح بقى، تربيه ايدي، وننزل بقى نبدأ أحلى عزومة في الدنيا. حطوا أحلى لايك، وما تنسوش أهم حاجة اشتراككم، وأهم حاجة بقى تفعلوا زر الجرس. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، ونبدأ بقى ايه الترتيبات كلها. اول حاجة بعملها يوم العزومة او لما ببقى عارفة يعني عندي عزومة، برتب من قبليها بيومين 3. ليه ريهام ده كتير قوي؟ لا انا مش كتير، هقول لكم ليه. انا عندي طيوري على السطح، فلازم ان انا ابدا عزومتي او ابدا تجهيزات بتاعه العزومه من قبلها بيومين و3 كمان. يعني انا بدات كده من قبل العزومه بيومين، يعني العزومه كانت اليوم الثالث تمام. النهارده كان الاربع والعزومه كانت يوم الجمعه، فبدات الاربع بقى قلت ايه، اقوم كده الم شويه خير بقى، شويه حمام كده كانوا محتاجين ان هما يندبحوا. بجد اللهم بارك، يعني حظهم اللهم صل على النبي، يعني شوية حمام بألف هنا وشفا. وبجد والله العظيم كان احلى يوم يا بنات، والله العظيم يعني تحس ان بيبقى فيه بركة كده. اليوم اللي انت بتبقي جايبة حد كده وفرحانة ان هو جاي اساسا بيبقى مختلف جدا. ودول علشان ناس مميزة كده بالنسبة لي، فهعمل لهم بصوا حاجة كده تشرف، وحاجة كده يعني من القلب والله العظيم. يعني انا كنت بعمل العزومة دي وانا فرحانة جدا جدا جدا. هم طبعا صحاب بيت، مش ضيوف ولا حاجة، لكن هم عزاز شوية عليا، فتلاقوني يعني ايه بجهز بقلب كده وانا مستمتعة. اول حاجة طلعت على السطح بتاعي ولميت شوية حمام كده زغليل، اللهم بارك. يعني صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، كلكم كده صلوا على النبي. بجد اللهم بارك. حجمهم حلو قوي قوي قوي. وعملت انا لما بجهز عزومه او بعمل عزومه بحاول ان انا ابقى عامله بزياده شويه. ليه بقى؟ علشان مش عارفه يعني الحاجه اللي عندي هتقضي، او حد زاد بقى حد كده يبقى الخير عندي، يعني بمعنى اصح، والحاجه تبقى بزياده كده قدام ايه اللي هياكل. تمام، لميت شويه الحمام دول وذبحتهم وطلعت بقى على السطح بتاعي. هجيب الديك الابيض ده اللي في وسطهم ده، في وسط الفراخ. بصوا بقى الديك ده حكايته حكاية، ولادي وجوزي مسمينه الهيطة، اللي هو الديك بتاع الهيطة اللي هو في الفيلم ده. لو تعرفوه. حكايته بقى ايه، كنت جايبة الدورة بتاعت الفراخ اللي فاتت، البيضة، فربيتها وكده واندبحت، وكان الديك ده كان سردة في وسطهم، فكان صغنن قوي حوالي 400 جرام، ما كبرش عن كده لاخر الدورة. اعمل ايه؟ قمت رمياه بقى في وسط الفراخ البلدي اللي قدامكم دول، كبر بقى وبقى 3 كيلو، اللهم بارك. قلت بس حظكم بقى، انا هعمله لكم النهارده. فذبحت بقى شويه الحمام اللي شفتهم اللي انا مسكتهم دول، وكمان ذبحت الديك اللي كان في ايدي ده. ونزلت على على الشقه بقى عشان اجهز من قبلها بيومين. بعيدة أوي يا ريهام؟ لأ أنا مش بعيدة ولا حاجة، أنا كان عندي تنظيف طيور، وكان عندي تتبيلة الديك ده هشويه في الكيس الحراري بالخضار، فكان لازم ان انا ابدا قبلها بيومين، ولو بدات قبلها كمان بكام يوم فكان عادي عندي في الطيور اللي هتندبح دي. تمام. عملت ايه بقى؟ جبت بقى التتبيله اللي انا هعمل بيها، او المكونات اللي انا هعمل بيها التتبيله، بعد طبعا ما نضفت طيوري فوق على السطح ونزلت كده. قلت ايه اتبل بقى واجهز بقى، بحيث ان هي ايه تتركن، الفرخه ديت تتركن يعني في التلاجة تشرب من التتبيله. لو وصلت لحد هنا بقى حطي اللايك وتعالي نكمل مع بعض الفيديو.
لو شايفه ان الفيديو يستحق اللايك حطيه، لو مش شايفه ان هو يستحق كملي الفيديو للاخر وانت هتاكدي ان هو يستحق احلى لايك منك. واهم حاجه اشتراكك، بجد بتنوريني وبتبقى على راسي من فوق. عملتي ايه يا ريهام يا رغايه؟ انتي عملتي ايه دلوقتي؟ جبت بصلايه وقرنين فلفل وطماطمتين وشويه بقى بهارات كده، 7 بهارات، وشويه اللهم ذكرني، شويه فلفل اسمر، شويه بقى اي توابل انت بتحبيها في تتبيله الفراخ المشويه، شويه صويا صوص كده كانوا في قعر الازازه حطيتهم برضو، وشويه ملح، وكل ده في الخلاط، واضرب اضرب اضرب اضرب. وبعدين ايه، هنشوف بقى الطيور بتاعتنا كده بعد ما الخليط كله بقى بيوريه، هتشوفوه قدامكم اهوت في الخلاط. حاولت بس ان انا اوسع لنفسي شويه، كان في حاجه شويه حاجات كده على الرخامه شلتهم. ده الحمام بقى بعد ما اتنضف، اللهم بارك، يعني بألف هنا وشفا. يا رب كده يجعل يعني ايه مطرح ما يسري يمري، اللهم امين. بجد كان شوية حمام وهي العزومة كلها، اللهم بارك، كان حظهم حلو قوي قوي في العزومة. ليه بقى؟ تحسوا ان الحاجة كده مترتبة كده، ولما بترتبي حاجتك اساسا بقى قبلها بكام يوم تحسي بقى ان انت قدامك ايه، اليوم فاضي كده انك تعملي اي حاجة فيه. شوية الحمام اللي حطيتهم في الصينية قدامكم دول، ده هعمله حمام محشي، فانا هركنه لتاني يوم كده شوية مية بملح. وهيستنى يعني على الشبكة عادي، مش هيجراله حاجة. هنا بقى الديك لهيطة ده قمت ماسكاه كده وخلع الجلد، عن فاصلة الجلد عن اللحم بتاع الديك كده. كنت بدوق اللي هي التتبيلة، فكان محتاجة شوية ملح ازودها عشان ملح عادي يعني. وفصلت الجلد عن اللحم بتاع الديك، وبعدين حطيت عليها التتبيله كده. بعد طبعا ما نغزتها بالسكينه، حاولت انغز الديك كله من اوله لاخره، وامسك التتبيله بقى احطها ايه، اشربه بقى من اوله لاخره. بصوا انا شغاله انغز كده علشان يشرب من التتبيله. عاوزه اقول لكم ان كان طعمه خطير جدا 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 فوق الوصف. اعملوه جربوه بقى في عزومات رمضان كده. كل سنه وانتم طيبين، خلاص داخلين على رمضان اهو. تجهيزات رمضان بقى وتجهيزات العزومات كده، ربنا يجعل بيوتنا كلها خير كده وبارك اللهم امين، ويجعل كده الناس اللي داخله يعني البيوت اكتر من اللي خارجه يا رب، ويعني يبقى الخير في بيوتنا اللهم امين. والله العظيم يعني اعملي الحاجه بحب بتطلع روعه، وكمان يعني بيبقى فيها بركه. يعني الاكل اللي بتعمليه، انا فاض عندي اليومين يا جماعه، والله العظيم اكلت من يومين، اللهم بارك. هنا عملت ايه، جبت بقى الديك وتبلته من اوله لاخره، وهفتح كيسه كده اغطيه بس علشان ايه ما يكرفليش التلاجة او الحاجه في التلاجة ايه تحس منه او حاجه يعني. الحمام ده هشيله برضه ادخله التلاجة بس هحطه في ميه. هنا بقى كان تاني يوم رحت السوق، وانا رايحه السوق كده لقيت عندنا على الشارع يعني يعتبر بعدينا بشويه كده عاملين مبادره. المبادرة دي بيبيعوا الحاجات فيها رخيصة، فما صدقت بقى ان انا لقيت الطماطم ب5 جنيه. عندنا الطماطم في السوق ب10، وكيلو ربع ب10، اللي هي الحلوة اللي قدامكم دي. فما صدقت بقى جبت كده اللهم بارك 16 كيلو. هغسلهم بقى كده معاكم واعملهم صلصة برضو علشان هحتاج منهم. ده بقى كان يوم الخميس اللي هو قبل العزومة بيوم. بصوا يعني انا جهزت قبل العزومة بيومين. دبحت وتبلت تمام، وحطيتهم في التلاجة. هتلاحظوا حتى ان الهدوم مختلفة اللي انا كنت لابساها. دبحت وتبلت وحطيتهم في التلاجة. وهنا بقى ايه، تجهيزات قبل العزومة كان بدري بقى. جبت 16 كيلو طماطم اللهم بارك. كانت حلوة قوي قوي وعجبتني على سعرها الصراحة. فقمت جايبة شوية كده اخزنهم اعملهم اضربهم، مش طبعا مش هيبقى العزومة ده كله. دي تجهيزات رمضان يا جماعة، تفريزات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ما صدقت بقى قلت اجيبها كده وافرزها واركنها لرمضان، علشان الطماطم لو شدت ولا حاجة، لان هي تحس ان هي شادة حيلها كده، مش راضية ترخص خالص، مش راضية ترخص عندنا عن كيلو وربع ب10. ده كده كمان لما لقيتها ب5 جنيه وحلوة قوي قوي قوي، فقلت ايه الحق نفسي. هنا بقى بقيت اغسل طماطمايه، والحته بقى ايه اللي هي مخضره شويه كده ما بحطهاش في قلب الصلصه عشان ما تصفرها ليش. امال بتوديها فين؟ باكلها وانا واقفه كده زي ما انتوا شايفين. بحس ان هي طعمها مسكر عن الطماطمايه بقيه الطماطمايه يعني. فبحب الحته دي او القطعه دي قوي، فعلى بقي على طول. بص هتلاحظ ان انا كل شويه بقي يتلعب كده. انتوا بتعملي ايه؟ فبحب الحته دي أوي اهو، بصوا اهو. فبحب الحته دي قوي ان انا اكلها كده تبقى مسكره.
جبت بقى الكيس التاني هعمله بنفس طريقة الكيس الاولاني، بغسلها كده واقطعها واحطها في حلتين كبار واسيبهم يغلوا. وبعد ما تغلي كويس جدا وتصفي شوية مية من المية بتاعتها، ما بحتاجش المية بتاعتها كلها، فبقوم مصفية شوية مية من عليها علشان ما تصفرليش الطماطم ذات نفسها. عايزة الطماطم او الصلصة بتاعتك تبقى محمرة كده وحلوة في نفسها، آه ما تستخدميش المية اللي عليها كلها او المية اللي هي هتسردها كلها في الغليان، ما تضربيهاش بيها او ما تسيبهاش فيها. لا، صفي كل ما تسرد ميه كده في الحله صفيها. انا بقى هعمل الحلتين دول اللهم بارك، وهيبقوا على اخرهم كده كميه حلوه. يعني انا عملت بيهم كام كيس، يعني ما صورتش وانا بضربها وانا بعبيها، لكن عملوا كيس كميه اكياس كده، بس كميه حلوه يعني اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحلل حجمها مش باين لكم، مش ظاهر لكم، بس هما كبار 16 كيلو اللهم بارك. هجيب هنا، جبت قطعة بنجر كده كانت عندي في الفريزر، واقوم قسمها هنا وهنا على الحلتين يعني، وهسيبها تغلي بقى وتستوي كده. دول شوية طماطم دول اللي طلعتهم كانوا جامدين، هدخلهم التلاجة، هسيبهم يغلوا بقى براحتهم كده وتستوي براحتها. وعاوزة اقول لكم ان الطريقة دي ما بتسهل عليكي وما بتطولش معاكي في السوى. يعني كل ما تسرد مية كده تنزلي المية اللي فيها، مش هتاخد معاكي وقت على النار كتير يعني. هنا بقى سخنت الصلصة اللي قدامكم دي، كانت عندي كيس صلصة كده في الفريزر طلعته سخنته، اللي هي بتاعت المتسبكة يعني التسبيكة بتاعت المحشي. وغسلت الرز بقى وهعمل شوية ممبار كده من قبلها برضو بيوم. ده هتحشي الممبار من قبلها بيوم ازاي؟ ايوه، هحشيه وهسلقه. ممكن تقدري انك تعملي الطريقة دي وتسلقيه وتسويه وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على التحمير على طول كده، بيبقى روعة. والله العظيم بيبقى عامل زي كأنك لسه عاملاه اساسا. فانا هعملها وقبلها بيوم علشان اسهل عليا يوم العزومة، فهيبقى يعني متاح لي ان انا اعمل اشكال واصناف تانية. تمام. كان عندي بقى اللي سهل عليا ان انا كان عندي التخديعة دي في الفريزر، سخنتها كده جنب الطماطم وهي بتغلي. وبعدين جبت بقى الرز بتاعي، حطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر، ما بحطش غير كده، والخضرة بتاعتي وشوية بقى توم كده، وشوية خضار كزبرة وبقدونس وشبت. ده اللي بستخدمه في المحشي. جبت التسبيكة طبعا من بعد ما سخنت وزودتها كمان شوية زيت، لان لما تدخل الفريزر او كنت مستخدماها قبل كده بتبقى المادة الدهنية اقل من اللي انت استخدمتيه قبل كده، فاهمني؟ يعني انت لو عاملة تخديعة واخدت منها شوية كده وهيفيض شوية مع عندك، هتشيليهم بقى في التلاجة او في الفريزر كده، اما تيجي تستخدميهم زودي لهم شوية مادة دهنية، زيت، سمنة، اي حاجة انت بتحبيها. هنا بقى هقلب كله في بعضه، الرز بقى في التتبيله دي كلها تخديعه المحشي دي. وكان عندي الممبار بقى، كان مغسول ومتصفي كويس جدا، لكن الممبار طول ما هو محطوط كده حس ان هو بيسرد ميه عادي جدا. هجيب شويه توم لان انا كنت ناسيه التوم احطه، فاقلب شويه توم كده على تتبيله المحشي. انا بحب المحشي بالتوم، في ناس ما بتحبش المحشي بالتوم، برضو دي يعني اذواق. صفيت الممبار وشطفته كمان شطفة علشان ابقى متأكدة ان حاجتي كلها يعني جايبة، يعني اقول 100 من 100 4 باي 4 زي ما بيقولوا كده. فصفيت الممبار وغسلته وشطفته تاني وصفيته لان لقيته صارد مية. تمام. جبت بقى الحلة بتاعتي اللي كان فيها الصلصة هي، والممبار بقى او العصبان، في ناس بتقول عليه عصبان، مصارين ممبار. وهبدأ بقى ان انا املى المصارين بتاعتي كده، وبحاول ان انا مملهاش قوي عشان المصارين بتاعتي اساسا او المصارين اللي انا هستخدمها دي كانت رفيعة شوية، ما اخدتش رز معايا كتير. فكمية الرز اللي قدامكم دي انا هعمل اللهم بارك شوية مصارين حلوين كده. هنعمل 2 كيلو. فالرز اللي كان قدامي ده ما قضاش يعني ما كفانيش. بعد ما خلصت الكمية كلها تفضل حوالي كيلو الا ربع من المصارين كده، فقلت لا، عملت شوية رز تاني وقمت مالية المصارين. يعني شوية رز اللي قدامكم دول مش هيكملوا المصارين اللي قدامي دول، فبملى كده صبعيني بيفتحوا المصران او القطعة من المصارين دي، والصبع التالت بيزق. باخد شوية رز على ايدي كده، سهل جدا، اسهل يعتبر اسهل محشي بالنسبة لي. يمكن انا بسهل على نفسي ايا كان بقى يا بنات. والله العظيم عزومة رمضان، عزومة عادية في الأيام العادية، اعملوا كده هترتاحوا جدا. عاوزة اقول لكم ان النهار اساسا ما فيهوش وقت خالص 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 انك تعملي كذا شكل وتنوعي وتعملي، فتحتاجي انك تقسمي الحاجة اللي انت بتعمليها دي على كام يوم. استغلي وقتك في انك هتجيبي اكتر حاجة هتاخد وقت منك
والحاجة اللي هينفع انك تعمليها قبلها بيوم واعمليها. مش هتنفع يعني، مش هيجرى لها حاجة يعني لما يعتبر نص الحاجات كلها انجزناها قبلها بيوم. تمام. هعمل ايه هنا؟ رحت للطماطم بقى، الطماطم كانت غليت خلاص. هعمل ايه؟ هصفي بقى شويه الميه اللي انا بقول لكم عليها دي، لازم تتصفى. هنا كان التليفون بتاعي فصل، انا بصفيها وارجعها تاني. بصوا هتلاحظوا ان الطماطم ما عليهاش ميه خالص، الميه اللي هي بتبقى صرداها دي. هنا كنت معلقه على الحله التالتة كده، الكبيره التالتة دي، المصارين او العصبان او الممبار. ليه بقول التلات اسامي دول؟ علشان في ناس ما بتعرفش يعني إيه مثلا عندنا في مصر اسمه ممبار، في ناس اللي هما الخلايجة والناس التانية دي عندهم مصارين. فانا بقول الاسامي دي عشان بس اللي بيتفرج، طبعا مش من مصر بس اللي بيتفرجوا عليا، فبيبقى في ناس تانية ايه من دول مختلفة. سبت المية تغلي كويس جدا جدا جدا، وبنزل بالمصارين بتاعتي. اول ما بنزل بيها في المية بتقفل من ناحيتين، بتلاقيها قفلت كده، ما تقلقوش يعني. بس لازم دي حاجة يعني ايه مؤكد ان هي تحصل، ان يطلع شوية رز كده، هتلاقوهم في المية بتاعت سليق الممبار عادي جدا برضو. تمام. هدي تقليبتين. بصوا اهو، ده اللي بقولكم عليه، اول ما بينزل كده بيقوم قافل كده على الرز، بيبقى حلو. بصوا بقى كان في كمية اللهم بارك، لسه معايا صينية كاملة. هعمل ايه؟ والحلة بقى كانت خلاص يعني هتفور مني على النار. شلت حلة الطماطم كده علشان كانت خلاص استوت اساسا واتسلقت خلاص، فبعدتها بقى عن النار خالص. وهنا هجيب الحلة دي اللي هي الحلة اللي جنبي ده هي الحمرة دي او النبيتي دي تيفال. هسقط بقى ايه، هشيل شوية مية من بتاعة الممبار السليق دي وانقصها في الحلة اللي جنبيها. تمام اهو. وانقص بقى شوية ممبار من اللي انا حطيته في الحلة دي. انا حطيت في الحلة عشان ايه؟ يمسك كله، ياخد حرارة المية. وهنقص بقى شوية ممبار تاني في الحلة اللي هي التيفال دي. لحد دلوقتي انا ما كنتش اعرف ان انا هحتاج حلة تانية، فكنت بحطه خلاص في الحلة الكبيرة دي، قلت هيتقضي. لكن اكتشفت ان لا، مش مقضية خالص، والممبار طفى على الوش كده من كتره. اللهم بارك، شايفين الكمية قد ايه؟ فقلت لا، مش هينفع خلاص ان هو يستوي على كده، لان كل ما بيغلي اساسا المية بتاعته بتتقل، فهيلزق مني في القعر، فممكن يترشق مني، ممكن يتقطع مني، يتهدر. فقلت لا، انا هجيب حلة تانية واحط فيها نفس المية كده، انقص شوية مية وانقص شوية ايه ممبار فيهم، ويبقى الحلتين يعني كل واحدة على نار هياخد نفس السوا ونفس كل حاجة. بصوا اهو، كنت بنقص كده شوية ممبار فانجزت يعني بالبتاعة دي اللي في ايدي دي اللي هي القلاية. هقلبهم تقليبتين. انا ما بحطش الملح في اول ما بحط الممبار، علشان ايه؟ الممبار بياخد سوا كتير وبتلاقوا المية تقلت كده منكم، فالملح هيطول معاكم السوا. فبغطي كده واسيبها بقى ايه تغلي لحد لما يدخل في السوا، يعني نص ساعة كده او ساعة الا ربع. وبعدين بحط له ايه ملح، ان هو يغلي بقى شوية الغليان الاخير ده بالملح. كده كان الممبار خلاص. بحط له الملح بتاعه اهو بعد ما عدى المدة المحددة بتاعته. شايفين؟ بصوا المية تحسوا ان هي بتتقل بقى معايا كده، تحسوا ان هي مبقتش شوربة زي الاول. هنا بقى الطاسة دي انا كنت بعمل العشاء، لان خلاص وقت العشاء جه. وعاوزة اقول لكم ان انا كنت واقفة طول النهار والله العظيم من الساعة 11 الصبح لحد دلوقتي، وانا بعمل في الاكل وانا بجهز تجهيزات. واللهم بارك يعني الحمد لله اليوم عدى على خير، وكان يعني كانت احلى عزومة والله العظيم. كانوا يعني ايه، العزومة دي كانت عزيزة على قلبي شوية، لان طبعا في ناس كده تحسوا ان هم بيبقوا مميزين عندكم، تحسوا انكم عايزين تقدموا لهم احسن حاجة عندكم. فاللهم بارك والله العظيم، كان يعني قرفتهم كانت حلوة قوي قوي قوي. كانت عزومة تشرف يعني، الحمد لله اللهم بارك. هنا جبت ايه؟ جبت شوية مية، لان لقيت الممبار ده كان هيلزق مني في القاع، وهحط لها ملح وكده. كنت بشوف الملح يعني اتظبط ولا لا. هظبط ملحها بقى. وهنا كان في لقيت ممبرايه كده مفرقعه، قمت واخده بقى الممبرايه دي بدل ما بهدل الشوربه، وخدت عليها شويه شوربه كده من بتاعه الممبار، عشان ما كنتش لسه حطيت الملح، ولقيتها قطعت كده فهتبهدلي اساسا الشوربه بتاعه الممبار، فشلتها خالص، كلتها يعني بمعنى اصح.
هنا بقى دي الطماطم او الصلصه اللي انا عملتها. دول الحلتين، انا بقول لكم كده، دول الحلتين بعد طبعا ما اتغلت وصفيت الميه اللي عليها، وبعدين حطيتها بقى ايه على بعضيها كده علشان ايه استغل الحله التانية في حاجه تانية. هنا بقى كنت طلعت بقى هطلع الفرخه كده. انا كنت متبلاها قبلها بيوم علشان ما نتوهش من بعض، يعني التتبيله اللي انت شفتوها في اول الفيديو دي كان قبلها بيوم. هقلبها على الوش التاني كده وبعدين ادخلها التلاجة تاني علشان لسه هتتعمل بكره. تمام، يعني احنا ماشيين مع بعض صح اهو. هنا بقى كان الممبار استوى وطلعته كله من الشوربه بتاعته. بصوا الممبار اهم حاجه وانتوا بتسووه اول ما يستوي كده طلعوه فورا فورا، ما تستنوش عليه 10 دقايق حتى. طلعته من الشوربه بتاعته وشايفين الشكل بتاعه قمر والله العظيم، يتاكل كده وهو مسلوق، مش محتاج ان هو يتحمر. بسيبه بقى ايه يبرد كده وبعدين بغطيه وبعدين ادخله التلاجة. تاني يوم بقى اطلعه قبل التحمير بشوية ويتحمر كده، بيبقى ايه تحفة تمام التمام. كده جهزنا حاجتين، بصوا يعني الحاجتين خلصوا والفرخة كمان كانت متبلة وكانت في التلاجة. وهنا كمان كنت خرطت البطاطس مكعبات. ليه بقى بطاطس مكعبات دي؟ علشان هعمل طبيخ، اللي هو الطبيخ بطاطس مكعبات وفي كفتة متحمرة. عارفين الكفتة المتحمرة اللي احنا كنا بنسرقها واحنا صغيرين من ورا ماما؟ هي دي بقى اهي. بصوا بقى هقول لكم بقى المقادير بتاعتها، لان الصراحه انا ما صورتهاش وانا بعملها. عملت ايه؟ انا عملت نص كيلو لحمه بس. هقول لكم مقادير نص كيلو لحمه، لو عاوزين تكتروا انتوا ضعفوا الكميه. نص كيلو لحمه بياخد كيلو الا ربع رز، ربطه خضار بس اللي هي ربطه خضار الوسط. بياخد بصلايه وسط، بياخد 6 أو 7 فصوص توم. بياخد معايا اللهم ذكرني شويه فلفل اسمر وشويه ملح وشويه شطه. وبتروحي بقى توديهم كده للراجل بتاع اللحمة، ايا كان بقى لحمة مستوردة لحمة جزاري، ايا كان انت بتحبي تستخدمي ايه. تطلع معاكي والله العظيم عسل، يعني ما توقفوش نفسكم على حاجة. الناس طبقات يعني. ما توقفوش مثلا واحدة بتعمل لحمة جزاري لا انا هعمل زيها. طب ممكن يكون انت ظروفك ما تستحملش انك تعملي جزاري، اعملي مستوردة عادي جدا والدنيا هتمشي. وطول عمرنا بناكل المستوردة عادي جدا. فانتي حسب ظروفك. تمام، مش عشان ريهام مثلا بتعمل جزاري تروحي تعملي زي ريهام، لا. انا بقولك انا ساعات بعمل مستوردة عادي جدا يعني، بنقضي ايامنا. اخدت الكمية نص الكمية، انا هعمل نص الكمية معاكم النهاردة او هحمرها واعملها في العزومة دي. وهشيل نص التاني في الفريزر. بشيله ازاي؟ بشيله زي ما هو كده. الكفتة كنت عاملاها الصبح وكان محتاجة ان هي ايه تحن. يعني عارفين يعني ايه تحن؟ يعني اقعد ادعك فيها كده لحد لما تحسوا ان هي جاهزة ان هي تتصبع معايا. بصبعها بقى وهيطلع معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى البوتاجاز طبعا كان شغال طول النهار يا بنات، محدش يتريق او يقول البوتاجاز عامل كده ليه. والله العظيم انا كنت داخله على البوتاجاز، ورجعوا بالفيديو الاولاني اول ما دخلت كده اول يوم كان البوتاجاز فل. فقلت اكمل عليه وهو كده يعني مش هيجرى حاجة، وبعد ما اخلص خالص ابقى اغسل البوتاجاز. تمام كده كنت صبعت الكفتة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد قطعة كده ما بين ايدي، طبعا انتوا عارفين الطريقة ايه. وبقوم عاملاها كده صوابع. سخنت الزيت ونزلت بيه نزلت بالكفتة في الزيت. ايوه كده. لو وصلت لحد هنا فانت مستنية ايه بعد ده كله؟ يعني الفيديو مش عاجبك في ايه؟ المفروض انك تكوني لسه يعني تكوني حطيتي اللايك. مش لسه واقفة لحد هنا وما حطيتيش. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، وهستنى بقى ايه تشريفكم كده. لو لسه مشتركتوش يا ريت تشتركوا. حطيت اول طاسة وهخرجها بقى، كانت احمرت وعاوزة اقول لكم كان طعمها ايه يا وعدي. والله العظيم في قلبك في قلبك حاجة كده تشرح القلب. حظي بقى ان اللحمة طلعت كتيرة على البتاع ده اللي هو اسمه ايه الرز، وطعمها خطير. طلعت كده مظبوطة قوي ومقاديرها مظبوطة. مش بقولكم في الناس كده تحسوا ان هي قرف. فالعزومة دي كانت قرفتها حلوة والله العظيم، يعني ما كانش محتاجة اي حاجة غير ان الاكل بقى يتاكل ويخلص. يبقى بألف هنا وشفا طبعا على قلبهم. وربنا يجمعنا يا رب على طول كده دايما واحنا متجمعين في الخير والفرح والهنا وسعادة يا رب. ويملأ قلوبنا فرح وهنا ويملأ بيوتنا ويجعل بيوتنا كلها عمرانة. هطلع بقى هخرج بقى الكفتة كده. اه هحط بقى اخر كمية كده. يعني الزيت هو الزيت اللي بستخدمه. لو احتجت بقى ان انا ازود زيت
محتاجتي مثلا الزيت يقل شويه، حسب بقى ايه ما انت متعوده، او حسب بقى عينيكي ما هي شايفه. يعني ساعات بيبقى الزيت كتير، ممكن تقلليه شويه عشان ما تهدريش زيت، لانها برضو ايه بتشرب زيت منك. إيه الزيت مثلا قليل، لا حاولي ان الزيت يبقى مغطيها. هنزل بقى بالكميه دي، اخر كميه معايا اهي، واسيبها بقى تتحمر كده. وعاوزه اقول لكم ان نص الكميه اساسا اتحولت، وهم قاعدين في الصاله كده سهرانين، واتاكلت بألف هنا وشفا طبعا على قلبهم الولاد. يعني في الكفته دي يعني ايه ما فيش حاجه بتوقفهم. ودي كانت كميه الكفته، وده الممبار والصلصه كمان والبطاطس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنوا بقى الفيديو اللي جاي علشان نشوفوا شكل الاكل كان عامل ازاي، او الشكل النهائي، او انا عملت ايه. استنوني في فيديو جديد، ويلا بسرعه انزلوا حطوا اللايك. دمتم في رعايه الله.